السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. كنتمنى تكونوا إن شاء الله بخير، تكونوا إن شاء الله بصحة جيدة. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، اللي غادي نهضر لكم على شي معلومات جد مهمة. دابا الإخوان بالنسبة للإنسان أي واحد إلا باغي يخرج يمشي يدير شي رحلة على البحث عن النيازك ولا على الأحجار النادرة ولا الأحجار الكريمة، المهم خصوصا يعني في هذه الأوائل الأخيرة الإخوان ردوا بالكم مزيان. راه يعني سورتو هاد يعني هاد العام هذا وهذا العام اللي فات كانت يعني درجة الحرارة كثيرة جدا مرتفعة، اللي خلات يعني يخرجوا الثعابين ويعني وعدد ديال سميتو ديال العقارب وديال الحيوانات يعني اللي كتشكل واحد الخطورة على اي واحد الا كيخرج يبحث عن النيازك، سورتو في الجبال وفي الاماكن يعني اللي بعيدة جدا اللي كتحتضن هاد يعني الحيوانات هذه الخطيرة بحال الثعابين والعقارب، يعني بزاف ديال الاشياء الاخوان راه غادي تعرفوهم سورتو اللي كيخرج بحال هكا. غير اللي بغيت نشير لكم يعني في بعض المعلومات اللي كتكونوا يعني في اللي كنوثقوهم يعني في البحث ديالنا اخوان. هو حنا ان شاء الله يعني ملي كنخرجوا راه كنردوا البال اي حاجه ولو طير يطير كنعرفوا لا شطار، يعني لو يكون يعني طيرا صغيرا كيطير من بلاصتو كون على يقين يعني كندرسو كنعرفوا يعني شنو كتعني ديك سورتو الحركه ديالو الا كان طار سواء يمينا او جنوبا او شمالا او شرقا، كل شيء داكشي كيتقرا الاخوان. دابا هنا اللي بغيت نوصل لكم هنا باش تردوا البال يعني لاي حاجه، ماشي اي واحد يمشي يقلب على الاحجار وما ياخذش على باله هذه المعلومات. كان يعني كنت غادي نتقاسمهم معكم يعني في الى لاحظتوا بالنسبه للفيديو كنت زوميت على شي طيور كانوا كيدوروا، يعني دوك الطيور اللي كيدوروا في السماء اللي كيلتقطوا الحشرات هذوك الاخوان. دابا هذيك العلامه كتدل على تواجد شيئا ما في ذاك المكان. ملي تتكون يعني واحد البلاصه كيدوروا بها الطيور سورتو بحال هكا مثلا في المزارع، اما في الجبال اخر غادي ندير لكم واحد الفيديو بشي علامات اللي كتدل على كتعطيك مثلا تقدر تمشي لديك البلاصه وتقدر تلقى فيها عينه من النيازك. غادي نعطيكم دوك العلامات ودوك يعني الاسرار ديال البحث. دابا هنا غير في هذه الحلقه هذه الاخوان يعني درت هنا واحد الزياره ولاحظت هذاك التواجد ديال دوك الكميه ديال الطيور كيدوروا واحد الدوره يعني ثارت الانتباه ديالي. انا يعني عندي معلومات يا اما غيكون سقوط عينه ديال النيازك او لا تواجد ديال شي حيوان، يا اما يكون شي كلب عزكم الله ولا شي تعبان. دابا هنا الاخوان علاش انا جبت لكم هذا الموضوع هذا، حيت دابا حاليا هاد السنه الاولى والسنه الثانيه دابا اللي هادر في 2022 2023 كانت الحراره سخونه بزاف، كنمشيو وكنلقاو مشاكل والصعوبات وكنلقاو يعني مخاطر خطيره جدا. يعني بالنسبه لهاد السنتين هادي يعني كانت صعوبات جد قويه بزاف، يعني الا ما كانش الانسان عاقل يقدر يتصادف مع شي حاجه يعني ديال الثعابين ولا العقارب ولا شي حاجه اخرى. المهم غير هذه القضيه تكون في بالكم، يعني ماشي اي واحد يخرج كيقلب يصحابه واش يعني كاين في الجنه، يعني راه كاينين يعني مخاطر في البحث وكاينين بعض الاشياء اللي كتصادفهم في الطريق ديالك بزاف ديال المشاكل. يعني هاد الاخوان غادي نعطيكم هذه المعلومات ان شاء الله في فيديو اخر. هنا غير نبهت لكم باللي يعني ملي كتشوف واحد كميه ديال الطيور كتدور في واحد البلاصه وعلى واحد شكل علامه الاستفهام، يعني كيبان دوك الطيور بانه كاين شي حاجه تما يعني ماشي نورمال. راه الحركات ديال الطيور كما قلت لكم اي حركه خص تقرا، اي حركه في البحث ديالك اي شيء كتصاوبتو في الطريق ديالك ولا سميتو راه كله يعتبر تجربه قراءه اي شيء يتحرك واي شيء يثير الانتباه ديالك، كل شيء يعني كيتقرا الاخوان. بالنسبه لهذيك القراءه ديال الطيور هذاك يعني حبست الفيديو حيت انا كان يعني حطيت واحد 80% بانه يقدر